صلى اللهم على سيدنا محمد وبارك على أصحابه وآله أجمعين. ازيكم أيها الرائين، أيها الزوافين الأساطير، أهلا بكم في القسم 12 من حكاية جونج الانتحاري وبداية الأرك الجديد. فلو ما شفتوش الأقسام اللي فاتت فهتلاقوها في القناة ومن قائمة التشغيل لا تظهر لكم دلوقتي حالا. وبدون مقدمات ما تنسوناش من اللايكات، ويلا بينا نكمل حكايتنا ونصلي على نبينا. وبنكمل بقية الأحداث وبنعرف إن قوة كوكبة ماهوس هي أرض المعركة المقدسة. بتمتلك القوة دي القدرة على استدعاء الموتى لما كانوا في كامل قوتهم. أما بطلنا فهو تناسخ المية شبح، وبيحيوا كل اللي طلعوا من بطلنا سيد الطائفة الشيطانية الجديد. فبيقول لهم بطلنا أرجو منكم تقاتلوا علشاني. فبيقولوا له كلهم سمعا وطاعة يا سيدنا. وبتكمل بعدها واحدة منهم انت باين انك وسيم قوي بشكل خاص النهاردة يا سيدي، انت جملت وشك كما لو كنت على وشك تتجوز او شيء زي ده. فبيقول لهم جونج ما انا على وشك ان انا اتجوز بجد. فبينبهروا كلهم وبيحيوا بطلنا وبيقولوا ده نائب سيدة الطائفة الشيطانية على وشك تتجوز. السيد الشاب بتاعنا اللي مش متوج للطائفة الشيطانية هيتجوز، دي مش خطوبة كمان ده زواج فعلي. وبيسألوه مين سعادة الحظ، فبيشاور لهم بطلنا وبيقول لهم اهي. فبينبهروا بجمال رافل وذكائها الشديد وبيقولوا كلهم السيد الشاب عنده معايير عالية بجد. ايوه السيد الشاب، ايه هو المجال اللي قدرت زوجتك الموقرة انها توصل له؟ فبيقول لهم جونج زوجتي ما بتعرفش فنون القتال. فبيتفاجئوا وبيقولوا ولكن مش من المفترض انه تبقى شريكة سيد الطائفة الشيطانية؟ هل من المقبول انها مش عارفة فنون القتال بجد؟ هيبة الشخص بتنبع من براعته في الفنون القتالية بعد كل حاجة، ما تقدرش قوات اشباح الدم تقبل الزواج ده. فبيقول لهم جونج نسيت ان انا اذكر ده، زوجتي شايلة تاني اعلى لقب نبيل في البلاد وهي في المرتبة التانية بعد الامبراطور. فبيبداوا كلهم يتكلموا من تاني كده بيتغير كل حاجة الموضوع، وكأنه الناس لازم يتعلموا فنون القتال يعني دايما. الهيبة ما بتجيش من فنون القتال وبس. مبارك ليك زواجك ايها السيد الشاب. وبنشوف ملكة الشياطين وهي بتتكلم وبتقول سيدي انت هتتجوز. فبيقول جونج بشكل ما انتهى الموضوع بالطريقة دي. فبتقول له بريتيا مستحيل، ازاي ممكن ده يحصل؟ قصدي المعذرة، هل كان في شخص عايز يتجوز من شخصية مميزة زيك؟ فبيرد جونج على بريتيا ايوه كانت موجودة بالفعل، لكن الاهم من ده ان انا عايزكم كلكم تركزوا على المعركة. المبعوثين من عالم تاني جم علشان يغزوا العالم ده، وهم كمان بيحاولوا يخربوا حفل زفافي. فبياخدوا كلهم وضعية الجد وبيقولوا انهم يعترضوا حفل زفاف سيد الطائفة الشيطانية السيد الشاب بتاعنا، لابد انهم فقدوا عقولهم. وبتسحب بريتيا السيف وبتقول انا اعتقدت ان احنا استعدنا قوتنا بسبب وصولنا لمستوى تاني من القوة، ولكن باين انه ده بيرجع لبركات كوكبتهم. فبيقول جونج بالظبط على ما يبدو كده. فبتقول بريتيا اذا اسمح لي ان انا اسأل ايه هي الكوكبة اللي بيخدموها؟ فبيقول جونج ماهوس شيطان السهول الابدية. فبتقول بريتيا بضحكة اتباعه مجرد اغبياء بيهتموا بكيفية القتال وبس، من فضلك اديني امرك وايه هي رغبتك؟ فبيقول جونج اقضي عليهم يا بريتيا. وبتنقض عليهم بريتيا بضربات قاتلة مهولة حرفيا بتفجر فيهم كل المكان. وبيقول مبعوث السهول الابدية هل دي كوكبة؟ ازاي ممكن يكون ده منطقي؟ ازاي ممكن لشخص مش كوكبة انه يأمر واحدة كسيد ليها؟ وبيأمرهم بطلنا انه يقضي عليهم كلهم. فبيهجموا اتباع بطلنا وحرفيا بيدمروهم تدمير، وبيقولوا دول ضعفاء وما بيستحقوش حتى انهم يشوفوا فنوننا القتالية. ازاي تجرؤوا انكم تعملوا ضجة في حفل زفاف السيد الشاب؟ الرؤوس اللي قطعناها هتكون هدية زفاف لسيد الطائفة، لو قدم حد منكم اقل من 5 رؤوس هقتله بنفسي. فبيقول واحد تاني وللسبب ده مش لازم نتعامل مع الرعاع المش متعلمين. فبيقول مبعوث السهول الابدية ما تتبعثروش ايها المحاربين، اتبعوا قادة الفرق والاوامر الخاصة بيكم. فبيضحك واحد من الموجودين وبينط فوقيه وبيقول انت يا واغد انت اللي بيعيق زواج السيد الشاب صح؟ موت يا لعين. وبينقض عليه وبيطير دماغ المبعوث حرفيا وبينزل فيها على الارض وبيقول شفتم ده؟ انا شيطان السيف قائد قوات الطوائف الشيطانية، كده بتكون قامت قوات الابادة بتكوين افضل حفل زفاف للسيد الشاب بتاعنا. وبيقول النظام انه مات مبعوث كوكبة السهول الابدية، وبينتهي تأثير ساحة المعركة المقدسة وبيبدأوا كلهم يفقدوا قوتهم. وبعدها بنسمع صوت غناء وبنشوف سيلفيا بتقول الغبي ده من المفترض انه حليف لينا، انا اسفة يا سيدي لو ما كنتش في كامل قوتي مش هقدر اتحمل الهجوم العقلي ده. وبتقع بعدها سيلفيا على الارض وبيقول للزنديق من فضلك استنى لحظة وهعمل منطقة آمنة فورا. فبيقول له جونج استنى يا الزنديق، اذا كانت افتراضاتي صحيحة فهنكون بخير حتى لو ما كانوش الناس التانيين كده. وبتيجي رافل فبيقول الزنديق كنت على حق، ايه هي التعويذة اللي رميتها
سويتها المرة دي يا ملك الأموات؟ فبتتفاجأ المبعوثة الأخيرة وبتقول له أنت مش بتمتلك أي ذكريات سعيدة؟ فبيرد جونج طبعا لا، وبنعرف إنه في أسباب ملهاش نهاية علشان يكون الشخص مش سعيد. وبيكمل جونج أنا فقدت حياتي مرات لا تعد، فقدت صحابي، تم التخلي عني في حلقة زمنية ملهاش نهاية، واضطريت كمان إن أنا أتخلى عن الشخص اللي شاف الجمال اللي جوايا، رغم إنه مفيش حد بيلومني لو وصفت حياتي بإنها سلسلة من المصايب. وبيقول جونج لأني أسعد حد دلوقتي، أنا مش عارف إذا كنت على علم بده، ولكن النهاردة هو حفل زفافي. وبيقول لنا بدلا من مئات الأسباب اللي هتخليني أشعر بالتعاسة والحزن، السبب الوحيد اللي بيخليني أشعر بالسعادة دلوقتي غالي قوي بالنسبة لي. وبيقول بعدها لرافل ممكن يكون الموضوع للنهاردة وبس، ولكن هيكون من الصعب إن أنا ألاقي شخص أكتر سعادة مني في الوقت الحالي. الزنادقة والمحققين ربما ما بيشعروش بالسعادة أو بيكونوا سعيدين طوال الوقت. فبيقول له الزنديق صحيح إنهم سعيدين دايما، ولكني أعتقد إن أنا ما أقدرش أتجاهل وجهة نظرك المميزة يا ملك الأموات. وبيستخدم بعدها التقنية المقدسة وبينزل على المبعوث الأخير وبيخلص عليه. وبعدها بيرجع عند سيلفيا اللي لسه جسدها موجود ولسه بتتألم من سيف الخلاص، وبيوصلها كده وبنشوف سيلفيا بتقول البقرة مدمرة المحاصيل، اديني بركتك الجديدة، في المقابل هقدم تواجدي بحد ذاته، لا بل احول المكان كله لفوضى كبيرة زي ما انت عايزة، انا هدمر كل شيء، فانا كويسة قوي في التدمير. فبيقرب لها بطلنا جونج شوية شوية، ولكن قوة المبعوثة بتبدأ تتسحب منها. وبتقول سيلفيا ده مخالف للعقد بتاعنا، مش قلتيلي انك هتديني القوة عشان اعمل اللي انا عايزاه؟ ليه طيب؟ ليه في شخصية فاسدة جوه جسمي انا؟ رجعوهولي، رجعيلي جسمي حالا. فبيقول الزنديق ده مش صحيح، علشان نكون اكتر دقة فتصنيف جسدي بيرجع لذكر، ويا ريت لو تستخدمي مصطلحات اكتر صحة في المستقبل. فبتتعصب سيلفيا وبتشتم بعدها الزنديق وبتقول ده مش صحيح، كل ده خاطئ، انا لازم اكون مؤهلة عشان اكون الملكة، هتقدم اكتر من رافل ايفنسيا، ده قدري، ده القدر اللي انا عملته لنفسي. ولكن جونج بطلنا بينزل عليها بضربة تانية وبيطعنها في ايدها، ومباشرة بيبدأ سيف الرحمة او سيف الخلاص انه يسيطر على جسمها بألم شديد جدا. وبيقول لها اختاري، انت خسرتي منصبك في العالم ده، حتى لو هربت دلوقتي فمش هترجعي السيدة الذهبية، بل انت مش اكتر من مبعوثة لكوكبة، عشان كده هديكي فرصة ممكن تعملي اللي انت عايزاه لو اخترتي تكملي عيشتك كخادمة لكوكبة، اي ان انا هسيبك عايشة، ولكن اذا كان عندك رغبات متعلقة في العالم ده وعايزة تفضلي هنا اتخلي عن البركة اللي منحتها لك الكوكبة. فبتقول له سيلفيا ليه؟ فبيقول لها جونج وقتها تموتي من نصل سيفي، على الاغلب انك شفتي المعركة اللي حصلت وبقيتي عارفة ان انا قادر استدعي اللي انا بقتلهم، وهم بحالة بيقدروا يفتكروا حياتهم وهم عايشين، لو استسلمتي هستدعيكي تاني عشان تكملي حياتك على انك سيدة الوردة الذهبية. لازم تعرفي انه حياتك مش هتكون زي ما كانت كمان، فيمنع عليك تظهري اي عدائية تجاه محبوبتي رافل، ده كل شيء بامكانك تعملي اي حاجة الا اللي ذكرته انا، زي تتجوزي من ولي العهد او اي حاجة انت عايزاها. فبتقول له سيلفيا ليه؟ فبيقول لها جونج لانه الحياة بتدور حوالين الحصول على فرصة تانية. فبتقول له سيلفيا وليه انا ممكن اوثق بيك؟ ايه اللي هيحصل لو استخدمتني كعبدة ليك بعدها؟ فبيقول لها جونج فكري في الموضوع، فكري في سبب استحواذنا ليكي انت وخادمك، منحتي الكوكبة كل حاجة، حصلت على ذكرياتك وجسدك مقابل امنيتك، وبقى المكان اللي كنت فيه في العالم ده فاضي، ولكن ليه بقى مكان خادمك فاضي كمان؟ انا مش عارف التفاصيل بالكامل، ولكني تحولت لخادمك مرة، واللي عرفت وقتها انه مشاعره تجاهك في غاية النبل، عشان كده مستحيل انك تاخدي السعادة حتى لو بقيت الملكة. فبتتفاجأ سيلفيا قوي من الكلام وبتقول له قصدك ايه؟ فبيقول لها جونج ده لانك ما حاولتيش انك تبقي الملكة بدافع محبة ولي العهد، بل لانك كنت عايزة انك تكوني افضل من رافل. هل فاكرة ان نظام الحياة المكتسب بالطريقة دي هيمشي كويس؟ ممكن تكوني مؤهلة بالفعل، ولكنك مش افضل من رافل، حتى لو بقيت الملكة فهيكملوا الناس مقارنتك برافل مستخفين بيكي للابد. ده بالتأكيد اللي فكر فيه الخادم، لكانت اصبحت السيدة اسعد لو ما كانتش الملكة. الشخص اللي استحوذ على جسده استوعب مدى كونك مزرية طوال حياته، وكان مصر على انه يتخلى عن كل حاجة بيملكها في سبيل ينقذك. فبتقول له سيلفيا خادمي اتراجع بالزمن كمان. فبيقول لها جونج
لا، رغم انه امنيتك كانت بتصب في صالحك انت بس، الا انه خادمك ما عملش كده، بل كانت امنيته علشانك، هو اتمنى انك ترجعي لوحدك. فبتتفاجأ سيلفيا وبتقول قصدك ايه بالكلام ده؟ فبيقول لها جونج هل فاكره اسم خادمك اصلا يا سيلفيا؟ فبتقول له سيلفيا طبعا اسمه، ولكن هنا بتتفاجأ سيلفيا بحاجه وبتكون مش فاكره ابدا اسم الخادم بتاعها. وبيقول لنا جونج ايوه ما تذكرش اسم الخادم ولو لمره واحده في العالم ده. وبتقول سيلفيا ايه اللي حصل ده؟ هل اختفى خادمي كليا؟ فبيقول لنا جونج هو ربما اتراجع 3 مرات في العالم ده. اولا كانت امنيته انه ترجع سيلفيا لوحدها، والكوكبه اللي حققت الامنيه دي كانت البقره مدمره المحاصيل، وعشان كده قدرت انها تبقى الملكه بالتخلص من رافل في حياتها التانية. بعدها اتمنى الخادم امنيه من كوكبه تانية، والكوكبه اللي حققت له الامنيه دي كانت خالده، عشان كده كان لازم يقدم وجوده كعوض عن ده. ورجع العالم للنقطه اللي ما كانتش فيها سيده الحرير الذهبي هي الملكه. واخيرا اتمنى رجعت رافل. السبب ده ما عرفناش اسمه ابدا، مش هنعرف ايه اللي كان شعوره لما اعتنى بيكي وايه الافكار اللي كانت في دماغه لما فكر بالتراجع، بما انه وجوده بحد ذاته اختفى. انا عارف انه الخادم اتمنى انك تعيشي حياه مختلفه، عشان كده امنيتي ان انا احقق امنيته. في فراغ مش معروف شخص ما بتعرفيش اسمه ضحى بكل حاجه علشانك، حبك اكتر من اي حد وكان عايز يكون جنبك، ولكنه تخلى عن كل شيء علشانك. عيشي تاني بالطريقه اللي اتمناها لك. فبتبدا سيلفيا تعيط وبتقول له زي ما انت عايز. وبيحاول بطلنا السيف، وبعدها بيخلص على رافل وبيقول له النظام انه هو اتم المرحله وصف الطابق ال25 النهارده. وبيكرر النظام الكلام مرتين 3 وبيطلع ترتيب المساهمين. فملك الاموات الاول، المحقق الزنديق الثاني، الثالث فراغ. وبنشوف الناس لسه بيصحوا دلوقتي من النوم من الغناء اللي كان بيحصل من المبعوثه الاوليه. وبيقول لنا جونج امين المكتبه ما بعتش الا شخصين، عشان كده الشخص المجهول الثالث هو اكيد الخادم. وبعدها بياخد بطلنا رافل واللي بتقول هو دلوقتي زوجي والتاني في قياده عائله ايفنسيا، هل بيعارض اي حد الزواج ده؟ فكل اللي موجودين بيكونوا فرحانين. فبتقول رافل طيب هعلن دلوقتي انه حفل زفافي مع الراجل ده انتهى بنجاح. وبعدها بنشوف ملكه التنين الاسود وهي بتنده على بطلنا وبتقول له ملك الاموات لا جونج ازاي جات لك الجرأة انك تتجوز بدون ما تاخد راينا؟ انا ضد الزواج ده. ملك الاموات هو افضل صياد عندنا، عشان كده لازم يتعمل حفل الزفاف في الطابق الاول من برجنا في مدينه بابل حتى تجيلنا فرصه نبثه في كل انحاء العالم. الزفاف ده باطل تماما. وهنا بيتدخل العجوز وبيقول كبدايه عايز ابارك ليك على تطهيرك للطابق. وفيما يخص الموضوع ده باين انها كانت قصه حب سريعه قوي. اسمح لي انا عارف انه ده ممكن يكون وقح شويه، لكن كشخص كبير في السن خليني اقول لك حاجه. فبيقول لبطلنا لا لا مش بسمح لك. فبيتفاجئ العجوز وبيقول بعدها الفارس لبطلنا في التخاطر ملك الاموات في خلال الفوضى دي اثناء تحديك للطابق ازاي بالله عليك وقعت بالحب؟ على اي حال انا بدعمك، انا جنبيك كليا، بس الناس اللي جربوه بنفسهم جربوا يشعروا بشعور الحب ومعنى الحب من النظره الاولى هيفهموا كلامنا. عشان كده ما تقلقش هعتني بموضوع سيدة التنين الاسود، عشان كده خليها لي انا متفهمك. فبينبهر بطلنا من التعابير اللي على وش الفارس. وهنا بتقول له رافل جونج حبيبي باين انه في كتير من الاشخاص اللي انت محتاج تقدمهم لي دلوقتي. وبعدها بنشوفهم بيتكلموا بالهمس. وبتقول له رافل هل ما بيعدش ده طبيعي؟ فبيقول لها جونج في الامبراطوريه عندكم بيتم عقد اجتماع العائلات بعد الزفاف، بيعيشوا كتير من افراد العائله في مناطق متفرعه وبعيده، عشان كده المناسبه اللي بتجمعهم هي حفل الزفاف. وفي ليله الزفاف بتجتمع العائلات ببعضها البعض عشان يقدروا يتعرفوا على بعضهم. فالزواج كمان بمثابه اتحاد للعائلات، حتى زواجنا لو جاز التعبير لا بل الادق نقول عنه انه هو زواج عالمي. وبعدها بيقول ابو بطلنا بالتبني ما تخيلتش ابدا ان الموضوع هيكون كده، فانا بعت كتير من الرسائل لجلالتك، انا مش عارف اقول ايه دلوقتي. فبتقول سيدة التنين الاسود اللي حصل كان مش متوقع بالنسبه لي كمان، ولكن بدلا من اعتباره حدث سيء ممكن نبص له على انه ضربه حظ. فاحنا محظوظين ان المره الاولى اللي نلتقي فيها كانت في حفله زفاف. فبيقول لها هو مش قلتي انك جيتي من عالم تاني؟ المساله دي لا يصعب شرحها لجلاله الملك وبس، ولكن لا يمكن نشرها لشعب المملكه ببساطه كده. فبتقول له ملكه التنين الاسود انت معاك حق، انا متفهمه الوضع اللي انتم فيه كويس، ولكن شاهدوا رعايا مملكتكم غزو الكائنات من عالم تاني بالفعل، عشان كده لو انكرتم اللي حصل من احداث هينكر وجودكم يوما ما كمان، وللسبب ده انا قلقانه علشان مستقبلكم. فبيرد عليها ابو بطلنا بالتبني انت معاكي حق، اشكركم مقدما. فاحنا لازم نحط الموضوع ده موضع التنفيذ في المستقبل، وهو التفاهم المشترك بين كلا العالمين حتى لو خد الموضوع مننا حوالي 10 أو 15 سنه. فبيقول لنا جونج افتكرت ان الاتفاق يكون صعب بس كانت دي بدايه كويسه قوي. وبيقول لها جونج رافل في اشخاص عايز اقدمهم ليكي. فبتقول له رافل مش اللي موجودين هنا يعني؟ وبعدها بتقول رافل انا هروح مع زوجي شويه لكن لسه قدام
قدامنا ليلة طويلة عشان نتكلم فيها كلنا بعدين. وبعدها بيطلعها بطلنا لبرا وبنشوف بقية الاستدعاءات بتاعت بطلنا وهم بيشربوا بيقولوا ايه طعم الكحول في العالم ده فريد من نوع، السيد الشاب انتم باينين بجد كثنائي حديثين الزواج. فبيقول جونج مفيش داعي للتهذيب، ما تقوموش من مكانكم واتكلموا واعملوا اللي انتم عايزينه. فبيباركوا كل الاستدعاءات الزواج لبطلنا وللسيدة رافل. وبينادي بعدها بطلنا على شيطان السيف. فبيقولوا البقية بصوا كنا عارفين ان الوقح ده هيتعرض للتوبيخ من قبل السيد الشاب للطائفة يوما ما. قليل الادب ده بينسى دايما انه يضيف كلمة اخي الاكبر في كلامه مع السيد. فبيقول جونج رافل الشخص ده هو شيطان السيف، هو تابع لمعلمة ليا. معلمتي كانت قائدة مجموعة اسمها الطائفة الشيطانية. اختارت معلمتي 4 اعضاء متميزين بشكل خاص بالطائفة وسمتهم باللوردات ال4 وشيطان السيف هو واحد منهم. فبتنبهر رافل فيه وبتقول ده راجل بسيط اسلوبه شوية فظ وبيوحي بالطباع سيء وقاسي، ولكن باين انه سيدة الطائفة ما حكمتش بناء على مظهر الناس وكلماتهم. يبان وكأنه تلاقى في مكان قاسي وفقير، ولكن لابد انك شخص نبيل وعزيز عليها. انا ريفل ايفنسيا دوقة المملكة وزوجة السيد الشاب اللي بتخدمه، امل ان احنا نتفاهم كويس. فبيكمل جونج وده هو اللورد الشيطاني ووليونغ، وده شيطان الدم شيطان لهيب الشبح. تعال هنا من فضلك. دول هم بقية جيش الطائفة الشيطانية. لما توفت سيدتي اتوليت مسؤوليتهم. وبيحيوا كلهم زوجة السيد الشاب وبيقول لها جونج دول هم نخبة النخبة اللي منسوش ابدا الفنون القتالية حتى لو اتلعنوا. كنت على وشك ان انا انسى، تعالي لهنا. وبينادي على البنت مشعر اشقر وبيقول لها اسم الصغيرة دي هو اجوي، ولدت في الاصل كوحش بلا اسم وكانت قادرة انها تقلد الحاجات اللي كلتها. وفي احد الايام ابتلعت انسان عن طريق الخطأ وهي في هيئتها كسمكة عملاقة وبدأت تجمع ادراك البشر بقدراتها الخاصة. اجوي اللي فاقد شعبه قدام الجيش الامبراطوري بقى ملك شيطاني ودمر الامبراطورية في عالمه. وبعدين لما تحديت طابق العالم ده خدت الصغيرة دي معايا والسيف ده هو شايني. فبتتفاجأ رافل وبتقول شايني؟ فبيقول لها جونج بالظبط زي ما بيوحي لك الاسم، فهو لامع قوي. كان في الاصل كائن سامي ولكن تم خداعه من قبل راجل سيء واتختمت كسيف. اسمها الحقيقي الملكة الواصية. بدا ليا كأنه اساء بحقها عشان كده لقبتها بشايني. فبتقول له رافل تسميتك ليها يا زوجي قاسية شوية، لو كنت انا كنت هسميها بشيء ليه اسم احلى كهيوي مثلا. فبتكون شايني فرحانة قوي. فبيكمل جونج كمان للاسف انت مش هتقدري تشوفيه، ولكن عندي صديق اضافي هنا ربما مش هتقدري انك تشوفيه ابدا يا رافل. فظروف صديقي خاصة شوية عشان كده ما يقدرش يظهر نفسه للناس التانيين، ولكن الصديق ده بيحتل في قلبي مكانة خاصة شوية على الرغم انه هو قذر شوية وكلامه اقذر من شيطان السيف 30 مرة، بس هو قوي جدا. اتعلمت مهارات المبارزة بالسيف لاول مرة من الصديق ده. فبتقول له رافل ايوه الصديق النبيل ده هو مين؟ فبيقول لها جونج بدون الصديق ده ربما ما كنتش هقدر افضل عايش طوال الوقت اللي انا مريته لوحدي. فبتنحني رافل لملك السيف وبتقول له لقائي بزوجي كان اسعد حدث في حياتي، ولولاك لما كانتش سعادتي دي ممكنة. انا ممتنة ليك لمساعدتك لي بالوصول اللي هو عليه. فبيقول ملك السيف ارجوك اعتني بالشاب المجنون الزومبي ده. وبيقول لها جونج رافل ده هو كل شيء بالنسبة لي. وبيقول لنا اللي بيهمني دلوقتي هو كل دول اللي فتحوا باب قلبي ودخلوا فبقوا هم عيلتي. فبتقرب له رافل وبتقول له يلا بينا نرقص. وبعدها بيعلنوا الختام عن حفل الزفاف ده. وبعد 15 يوم من الاجتماع وبينما بيتحدوا الصيادين المتبقيين الطوابق العليا اجتمعوا كبار الرتب مع الامبراطور وعقدوا كتير من الاتفاقيات السرية بين الامبراطورية وبين برج بابل. ومع ذلك رمى بطلنا التاريخ المضطرب ده ورا ظهره وبدأ في اتمام اللي لازم يعمله. وبنشوف بطلنا واقف ورا قطعة السيف اللي كانت موجودة في عالم رافل. فبيقول جونج السيف ده هو السبب في تقطيع قلبك يا عزيزتي رافل. فبتقول له رافل ايوه وهو السبب لحصار العالم ده في دورة ابدية من التكرارات المفجعة ل10 ايام من النكبات والالم. فبيطلع بطلنا شايني اللي بتقول له ايوه ايها المحارب. فبيقول لها جونج كليه. وبتبدا شايني انها تلمع وبتبدا تمتص الشظية. فبتخاف شظية سيف الحكمة وبتقول شايني انه هي بتحاول تقنع اخوتها، وحتى سيف الرحمة بتحاول تقنع اخوتها كمان. اما صدمة سيف الحكمة من خيانة اخوتها ليها كانت كبيرة جدا. وبتقول سيف الحكمة انها ما تقدرش تخدم سيد غير ليفان ايجيم. فبيقول جونج وصلت لتخمين تقريبي عن سبب اللي عمله ليفان ايجيم بقتل الكوكبات. في البداية ما قدرتش اوصل لاي حاجة اطلاقا، ولكن فهمت ايه هو الموضوع بعد اختباري للعالم ده. فالكواكب بتغزو العوالم التانية زي ما هي عايزة وبيحكموهم حسب تفضيلاتهم وارائهم الشخصية مش الا بدون الاهتمام باراء او رأي السكان الاصليين. تبان طريقتهم مختلفة ولكنها بتشبه بالضبط افعال امين مكتبة الزاوية هاموسترا اللي حط الاشخاص اللي بيعيشوا حياتهم هانئين كشخصيات علشان يشوف قصصهم
أرقام عاملة ازاي، فهو بيشبه تماما الكوكبات اللي كان بتحكم العوالم حسب تفضيلها الشخصي وبس. باختصار هم عبارة عن كوارث حلت على الكل بكل عنف واحتلال. كان ليفان إيجيم امبراطور في يوم من الأيام، لابد انه فكر كويس قوي في قوة الكوكبات دول، وخد وقت في التفكير للتفضيل بين استعارة قوة الكوكبات دول او قتلهم، واختار انه هيبيدهم كلهم. فربما كان للعالم ده كوكبة ولكنه هو قتلها برضه. بس محاربك الاصلي عمل خطأ كبير قوي يا سيف الحكمة، فلما تموت كوكبة معينة بتولد كوكبة تانية مكانها. ففي الماضي لما اتختمت الحاكمة الحارسة شايني، اتولد مكانها الملك الشيطاني لمطر الخريف. وفي العالم ده نشأ القلب المطلي بالفضة، بمعنى تاني بدلا من انه يحل سيدك المشاكل اتسبب في انه يعمل مشكلة مدوية اشرس والعن من قبليها. فلو انا كنت مخطئ في اي حاجة فوقفيني بكلمة لا، وبما اننا ما بملكش خبرة مهيبة كسيدك وما مرتش بتجاربه الهائلة اللي هو اتخطاها وصقل بيها معرفته، فما قدرش اوصل للي كان بيدور في عقله. عشان كده من الممكن يكون عانى كتير من قبل الكوكبات وخلاص قرر انه يبقى قاتل الكوكبات. ولكن انا عايز اقول لك حاجة واضحة وصريحة، لو انا بدأت حاجة فلازم اتحمل مسؤولية ان انا اكملها واعالج اللي انا تسببت فيه. ففي عالم تم وضعه في شتاء ابدي لتصميم سيدك على قتل الكوكبات حسب رغبته المفردة، وبسبب ده تحولوا المحاربين اللي كانوا بيعيشوا في العالم داك لجثث متحركة. فحتى لو كان هدف ليفان إيجيم نبيل فلا يمكن انه يغفر له التابعات اللي ارتكبه. عشان كده وللسبب ده تحمل مسؤولية اللي عمله سيدك هو من مسؤوليتك انت كمان. وبعدها بتقبل سيف الحكمة وبتقول له انه دورها الاصلي هو الاستماع لحكمة الناس، وبتقول له قبل كده انه ليفان كان متمني امنية انه عايز يبيد كل الكويكبات حتى ما يتمش التلاعب بالناس تاني. كانت الامنية نبيلة قوي عشان كده عاهدت بوجودها ليه. فهل جونج عنده امنية تانية عشان تحاول تحققها له؟ فبيقول لها جونج ان انا ما هربش من اي حاجة وما اتجاهلش اي حاجة بتحصل قدام عينيا، ما اعملش الاعذار واتحمل كامل مسؤولية اقوالي وافعالي، ما اتجاهلش اي حاجة غلط وادعي انه دي ارادة العالم وماليش اي دخل بيها. ما دامت روحي في جسدي وسيفي في ايدي همشي على طريق الحق وادمر الباطل. فبتقول له سيف الحكمة انه الطريق للجحيم مرصوف دايما بالنوايا الحسنة، فكل اللي تقدر تعمله انها تبارك نواياه عشان تضمن مكانها معاه. قدرتها هي الاختبار وانها تخترق القلوب وتختبر الاماني. وبعد ما بتندمج سيف الحكمة مع شايني بتبقى شايني اقوى واقوى وبيبقى وجودها اكتر بكتير. فيا ترى ايه اللي هيعمله بطلنا جونج بعد كده؟ وهل يا ترى هيقدر انه يجمع كل الاجزاء اللي شكلوا من فكرة اصلية عن قاتل الكويكبات ليفان إيجيم؟ كل ده واكتر من احداث اسطورية هنعرفها في الاقسام اللي جاية من حكاية جونج الانتحاري. فلو وصلتم للدقيقة دي من الفيديو فانتم اساطير الاساطير، واكتبوا لنا في التعليقات الكلمة السرية نجمة في السماء. وبس ما تنسوناش من اللايكات الاشتراكات، ما تنسوش تصلوا على النبي الكريم تذكروا الله. اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله. شكرا على المشاهدة، سلام.